لسه كنت بقرا وواخد الورد بتاع القراءة بتاعي، فلاحظت حاجة جامدة جدا. ولو اي حد عايز يغير العادات بتاعته يقدر يتك في النقطة ديت، وهي النقطة ديت هي اساس تغيير العادات عامة. في الكتاب كان بيتكلم عن 3 حاجات، في 3 حاجات عشان في الاخر تكون عادة ما. اول حاجة بتكون الدلائل، والدلائل ديت انا من وجهة نظري بسميها المثيرات، الحاجات اللي هي بتستثير انك انت تعمل الشيء ده. وتاني حاجة هي الامر الروتيني او الروتين او العادة اللي انت بتعملها، بعد ما تشوف دليل او بتشوف حاجة تثيرك فبتخليك تروح تعمل الحاجة، فالامر الروتيني ديت اللي هي العادة. بعد كده بيكون في المكافأة. كده في 3 حاجات، كده في الدليل او الدلائل. الدلائل ديت الحاجة اللي بتستثيرك عشان تعمل بعد كده الامر الروتيني اللي هي العاده. بعد كده بيكون في مكافاه اللي هي الشعور بالسعاده، او ان حد يمدحك، او انك انت تحس انك انت عملت حاجه. اهم حاجه بقى عشان الواحد يغير العادات في الجزء اللي انا قراته، ان عشان تغير السلسله كلها بس انك انت تغير الدلائل. يعني مثلا لو انت عندك عادة مثلا انك انت تمسك الموبايل الصبح، اول ما تصحى الصبح كده بتلاقي التليفون جنبك على المكتب، اول ما بتصحى بتشوف الموبايل تروح ماسكه، ومن خلالها بقى تقعد تسكرول كده في السوشيال ميديا اول ما تصحى. فالحل هنا انك انت تخلي التليفون تحطه في مكان تاني، بحيث ان عقلك اول ايام كده هيحس ان في حاجه غريبه، هو فين الموبايل، هو راح فين، مش هتبقى عارف هو راح فين. بعد كده هتتعود ان التليفون بعد كده بقى بعيد عنك، فمش هتقرب بعد كده من التليفون وهتكمل حياتك عادي. لو حد ركز قبل كده في الفيديوهات بتاعت ازاي تكتسب عاده القراءه، هتلاقيهم بيقولوا نقطه مهمه جدا، وهي ان تخلي الكتاب في حته قدام عينك على طول. لو انت بتبقى قاعد في اوضه مثلا والمكتب جنبك، فخلي الكتاب عليه قدامك كده قدام عينك على طول، بحيث انك انت اول ما عينك تيجي عليه عقلك كده من جواه اللي هو يربط الحاجه ديت. وفي حاجات مرتبطه بالحاجات ديت في علم الاعصاب والحاجات ديت، ولكن مش عايزين نتعمق فيها. هو حتى كان بيتكلم بيقول لك الدلائل ممكن تكون مثير مرئي، اللي هو مثلا فيديو، اول ما تشوف فيديو او صمنيل بتاع واحد معين او حد انت متابعه فتروح فاتحه. قطعه من الحلوى، زي انك انت تشوف محل، قطعه من الحلوى، اعلان تلفزيوني، وقت محدد، او انفعال، او سلسله من افكار، او اشخاص بعينهم اول ما تشوفهم كده. ويمكن ديت برضو مربوطه بعاده سيئه جدا، وهي زي مثلا ان الواحد يطلق البصر شويتين. بمجرد ان هو يربط الحاجات ديت بتبقى خلاص اترسخت جوه عقله، او بتبقى عاده عنده. فالحل بقى ليها ان هو يفصل بقى الحلقه، وبعدين يبدا ان هو يوم مع التاني مع التالت، مع قله الحاجه ديت قدام عينه، خلاص بعد كده مش هيسترجعها تاني او مش هيرجع لها تاني. حتى بيقول لك ايه، ولكن العادات تحدث دون تصريح منا، فتشير الدراسات إلى أن العائلات عادة ما لا تنوي تناول الأطعمة الجاهزة بانتظام، وما يحدث هو أن مرة في كل شهر تتحول تدريجيا إلى مرة كل أسبوع. يعني لو واحد مثلا بيروح يأكل مرة في ماكدونالدز ولا حاجة، كان بيضرب المثال بكده، فبعد كده هتحصل كل أسبوع، ثم مرتين في كل أسبوع، بعد حيث تشكل الدلائل والجوائز عادة، إلى أن يصل الأطفال إلى تناول كمية غير صحية من الهمبرجر والبطاطس المقلية. وعندما حاول الباحثون من جامعتي نورث تكساس ويل فهم زيادة العائلات تدريجيا من استهلاك الأطعمة الجاهزة، اكتشفوا سلسلة من الدلائل والجوائز التي لم يكن معظم العملاء يعرفون تأثيرها على سلوكياتهم. لقد اكتشف هؤلاء الباحثون حلقة العادات. لو واحد بيستغرب من ان المطاعم بتفضل على رتم معين كده من الاكل، او لها تيست معين ما بتقدرش انها تغيره بعد فترة ما. ليه بقى؟ لان عارفه ان العملاء بتاعها اتعودوا على نوع معين من الكواليتي، بس لو غيروه هيحصل شقلبان في الكيان بتاع المكان ده. فنقطه مهمه جدا ان الواحد اللي عايز يغير العادات يغير الحاجات اللي حواليه. واحد عايز يلعب رياضه فيخلي الكوتش مثلا او اللبس الرياضي يكون مجهزه قبل ما يصحى الصبح. وديت اكشوال اللي احنا ممكن نعملها، او الخطوه اللي احنا نعملها بكره، ان احنا نخلي الكوتش والهدوم اللي تساعدنا ان احنا اول ما نشوفها كده عايزين نجري. وكذا برضو الموبايل، لو انا بحطه جنبي او قدام عيني اول ما بصحى، فعشان ما ادخلش في الدوامه بتاعه السوشيال ميديا، فاللي يحصل ان انا هبعده عني، بحيث ان انا اول ما عيني تصحى عيني تيجي يا اما على الكتاب يا اما على الجري، حاجه من الاثنين، وتجري برضو على الحاجه اللي انا هعملها او العاده الجديده اللي انا عايز اكتسبها. ومن خلال الكتاب اللي هو الجامد جدا اللي الناس كلها لازم تقراه، اللي هو بتاع قوة العادات بتاع تشارلز دوج. كتاب الصراحة جامد،
بس عايز تفكير، مش عايز حد ياخده بسطحية كده او يقرأه قراءة تهميشية كده. عايز الواحد يخش في المود، لان بيجيبها من خلال القصص. لما حد ياخد معلومة من خلال القصة بيكون عايز يتعمق، لازم يتعمق في القصة قوي عشان يستخلص منها الحاجة اللي هي ما تبانش من القراءة السطحية اللي الواحد هيقرأها. فيب ذات سيت، هنشوف بكرة بقى هنعمل ايه، الله المستعان.